السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ اموركم مزيانه؟ شوفوا اليوم جبت لكم حاجه جديده بزاف اللي هي الكيكه تاع الفيلو. هي ماشي جديده بزاف، هي فقط جديده على اليوتيوب، وانا سبق لي وشاركتها بطريقه واحده اخرى. واذا دخلتوا القناه عندي غادي تلقاوها اكيد في الفيديوهات الاولين ديالي. نبداو بالمقادير البنات. هنايا غادي نحتاج كاس كبير ديال الحليب، غادي نحتاج كاس صغير ديال القشده الطريه، نفس الكاس غنعبرو به السكر، وغادي نحتاج 2 بيضات، غنحتاج الزبده والزيت باش نورق، غادي نحتاج النشا والكريم باتيسير، معلقه نشا ومعلقه كريم باتيسير. غنحتاج فواكه اكيد اختياري. داكشي باش قلت لكم رجعوا للقناه عندي في الاوائل ديال القناه، انا كنت حاطه نفس الكيكه ولكن بطريقه مختلفه. غنحتاجوا الفيلو اللي هو الاساس ديال هاد الكيكه هذه. ها هي البنات، غنبداو مباشره في الخدمه، يعني ما كتاخذش الوقت بزاف وكتوجديها وسهله وكتجي مختلفه على الكيكات اللي معروفين وبنينه بزاف البنات، وكتبقى يعني مده طويله في الثلاجه ما كيوقع لها والو. المهم غنورقوا كيف ما شفتوا. غادي ندهنوا الفيلو، غنستعملوا 2 ديال الورقات. نتوما يعني نتوما اختياركم، واش بيتوها غليظه وعاليه ولا بغيتوها غير شويه. انا درتها غير القياس ديالها ما يكونش عالي بزاف. الا بغيتوها عاليه خصكم تضاعفوا الورقه، انا هنا استعملت غير ورقه واحده، نتوما تقدروا ديروا 2 ديال الورقات. غادي نلويها بهذه الطريقه هذه باش تجيني على شكل ورده. في الفيديو الاول اللي غنحاول نحط اللينك ديالو في سبسكرايب، صافيت الله، غنحاول نحط اللينك ديالو في صندوق الوصف باش تقدروا تدوزوا الفيديو وتشوفوه بطريقه واحده اخرى، طريقه جديده. المهم البنات هنايا غنبقى تنستمر على هذه الطريقه هذه. غادي ندهن الورقه ديالي وغادي نجمعها بالشكل هذا، وغادي نحطها في الطاوه كيف ما كتشوفوا، كيف ما غنوريكم. وغنوريكم هنا المراحل كلها هي باش هكا يسهل عليكم انكم تصاوبوها في الدار بحال هكا البنات. وكنبقى غاديه كنجيب الدوره كلها هي على هذيك الدواره هكاك حتى كنعمر الطاوه ديالي. تقدروا ديروها بالشكل اللي يناسبكم، غير لازم يكون القالب ديال هذا الطاوه يكون تيتحل باش يسهل عليكم انكم تجبدوا الكيكه من الداخل. خلاص غادي نستمر بهذه الطريقه هذه وغنوريكم كيفاش جات تجي بحال هكا. انا درتها على شكل وريضه. غادي ندهنها مزيان من الفوق باش هذاك الورقات تقرمش وطيب ليا. ما يمكنش تخويو عليها الخليط قبل ما طيب، لازم طيب هو الاول. غادي ندهنها مزيان بهذاك الشيء اللي بقى ليا من الزبده والزيت. غنحاول نوزعو وغادي ندخلها للفران على درجه حراره 180. وبهذه الطريقه هذه غنخليها حتى يبان ليا بلي الفوق ديالها تحمر. وغادي ندوز نخلط الخليط تاع الكيك اللي غادي يجي داك السائل اللي غادي يجي فوقها. غنحتاج 2 بيضات. البنات ضروري تنكهوا البيض، لانني انا في هذه المره هذه ما نكهتوش. لازم واحد العصره تاع الحامض ولا الفاني الا كان مجهد باش ما يعطيش الريحه. انا صراحه ما نكهتش البيض، ومنين طابت عطاتني واحد شويه ديال ريحه البيض، وهذه حاجه ما زويناش في الكيكه. ماشي عيب نقول لكم يعني الغلط اللي درت باش حتى نتوما ما ديروهش، حقيقه انا ماشي يعني كنا كنقدروا نطيحوا في اغلاط في الطبخ. المهم غنخلط هذاك السكر، ما تخدموش بزاف يعني ماشي بحال الكيكه اللي كنستعملوا. غادي نضيف السوائل ديالي وغادي نخلط مزيان. ندير 2 بيضات ونزيد عليهم السكر، نحاول نخلط شويه ونزيد كريم فريش ونزيد الحليب. غير الحليب كيكون اكثر من الكريم فريش، يعني الا عبرتو كاس كبير كتعبروا بحال قلتي نص كاس ديال هذاك الكاس الحليب كتعبروه كريمه سائله. غادي نخلط مزيان وغادي نضيف الكريم باتيسري والنشا. خلاص غادي نحاول نمزجهم مزيان باش ما يبقاش تيبان ليا هذاك البيض حيت ما مخدومش بزاف. غادي ندوز ندير هذاك الكريم باتيسير والنشا، غنحاول نخلطهم مزيان 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 حتى هذاك النشا يذوب، وهذاك الكريم حتى الكريمه الباتيسري حتى هي
تذوب تماما في هذاك الخليط. خلاص البنات غنستمر بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. انا ما بغيت ندخل صراحه لا موسيقى في الفيديو لا والو، هكا باش تفهموا مزيان ونبقاو غاديين دقه دقه. نسيت ما ذكرت لكمش باللي غادي ديروا معلقه صغيره ديال بيكين باودر او ساشيه ديال 8 غرام. غادي نحركوا مزيان. الا نتوما كيف قلت لكم بغيتوا تجيبوها عاليه ضعفوا المقادير. راني دايخه البنات، ضعفوا المقادير اللي هي غادي ديروا كل حاجه منها جوج، ولا باتافيلو غادي ديروها مدوبله. ها هي فاش كطيب ما كتحتاجوش تسناوها لا تبرد لا والو، هي هكاك سخونه غير تجبدوها من الفران غتفرغوا عليها هذاك الخليط. انا باش ما تجينيش كثيره ويجيني القياس، يعني انا ما كنبيش حاجه بزاف كبيره واسمو كنبي القياس. غادي نحرك مزيان الخليط ديالي وغادي نفرغه فوق منها كيف ما تشوفوا البنات. غادي نفرغه فوق منها. والفواكه اللي غادي ديروا تقدروا ديروا اي نوع تاع الفواكه من غير البنان. انا جربتها واحد المره بالبنان وما جاتش زوينه كاع، ما تواتاتش. تقدروا ديروا اي فاكهه واحده اخرى، الفريز ولا التوت الاحمر ولا هذا اي نوع. انا فات لي جربتها بالقرفه والتفاح، جات خطيره البنات، جات خطيره، ولكن شكل اخر تماما. درتها في طاوه كبيره، درتها على شكل طولي وجات بحال اللي فيها بحال ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم، جات بحال اللي فيها بحال شي فرفاره. المهم جات شكلها مختلف. وهذه طريقه جديده حبيت نغير وندير حاجه جديده. زدت عليها البلوبري، كيطيب وكيطلق واحد المذاق زوين وكي يعطي حتى واحد المنظر زوين. خلاص بهذه الطريقه هذه انا غادي نعاود ندخلها للفران على درجه حراره 180. هاد الكاوكاو مهرمش او اللوز مهرمش اختياري صراحه، انا حتى لاخر لحظه وانا نفكر انني نزيدو من الفوق باش هكا يعطيني ديك القرمشه، واخا هي لا باتافيلو كتجي مقرمشه شويه من الفوق. خلاص بهذا الشكل هذا غادي ندخلها للفران. انا عطيتكم الاساس تاع الكيكه وانتم تقدروا تبدعوا، اكيد راكم كلشي تبارك الله حادق وكلشي عارفه شنو كيدير. هذا الشكل ديالها منين خرجتها من الفران شفتوا كيفاش تتبان فاش يلاه كتخرج من الفران، تجي غزاله بزاف. خصكم تجربوها حتى بالتفاح والقرفه. حاولوا ترجعوا للفيديو، ولا لقيتوني حطيت لكم اللينك ضغطوا عليه غادي يديكم ديريكت للفيديو. خلاص البنات هذا هو الشكل ديالها. غنتسناها حتى تبرد ونحطها في طبق التقديم. غادي ندهنها بشويه ديال الكونفيتور ديال الحامض، لحقاش الحامض كيتواتى مع التفاح ومع البلوبري او التوت الازرق. خلاص بهذه الطريقه غادي ندهنها هكا من الفوق وغنحطها تبرد تماما. غيخصها ساعتين على الاقل تبرد، على حقيقه الا ما برداتش ما كتجيش زوينه في الماكله، خصها تبرد، لازم تبرد. خلاص هكا غادي نستمر حتى نسقيها كلها. وخلاص كيف ما كتشوفوا كتشهي صراحه وكتجي مختلفه كيكه غير شكل. خلاوها اللبنانيين. هذا الشكل ديالها من الداخل، وبالصحه والراحه. جربوها وردوا عليا الخبر.